مشاهدينا الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم عبر هذه الحلقة الجديدة وهذا اللقاء الجديد. خلال اعتصام القيادة العامة قدموا نموذجا للتعايش والترابط الوطني. للمزيد من الترابط نسلط الضوء اليوم على شاب نشط من هذه الطائفة، طائفة الأقباط. إذن مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم، وأهلا ومرحبا به ضيفنا لهذا اليوم ولهذه الحلقة المدرب جرجس روحي. أهلا ومرحبا بك الأستاذ المدرب جرجس روحي. أهلا ومرحبا بك. مرحبا بك. منورنا. الله يديك العافية. تسلم إن شاء الله. تفضل. تفضل. شكرا. مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بك الأستاذ جرجس روحي. وبداية دعنا نتعرف عليك بصورة أكبر وأوسع. من هو جرجس؟ طيب، السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. جرجس سوداني، بعيدا عن الأقباط وبعيدا عن القبائل وبعيدا عن التفاصيل دي. سوداني، مواليد كوستي، عشان الناس بتفتكر الأقباط جو من زمن قريب. أمي عاشت في كادوغلي جبال النوبة. الحاج اتولد في الأبيض عروس الرمال. اتربيت في كوستي كم سنة، فجينا استقرينا هنا في الخرطوم. قريت المدارس السودانية العادية جدا، وبعدين مشينا النيلين، انتهيت من النيلين IT. بس كان المجال بالنسبة لي ما هو الحاجة اللي حابيها أنا. فللأسف الشهادة دي لليوم قاعدة في الجامعة، إيمانا مني بأنه أنا ما ممكن أشتغل في حاجة أنا ما حابيها. تاني قمت اشتغلت أو ابتديت أقرأ على التنمية البشرية وتفاصيلها وكيف ممكن الواحد يشتغل التنمية البشرية. بعد ما اشتغلت التنمية البشرية ابتديت أشتغل عليها وأتخصص فيها وأحترف ذاته. واشتغلت فيها وتخصصت فيها. لكن فيها. قبل كده نعود بك لكوستي، ويمكن التنشئة والتربية كانت في كوستي. طبعا. كوستي اتولدت هناك. ممكن أقول إنه معظم الحاجات اللي لقيناها في كوستي أو في الأقاليم عموما، من خصائص بتاعت بيئة لتنشئة بتاعت سلوك لحتى تغيير أو ترسيخ لمعتقدات أو أفكار ممكن تقوم بها الأقاليم، مختلفة تماما عن الحاجات اليوم اللي بنشوفها في العاصمة. كوستي أو أي إقليم، يعني أنا بقول الكلام للناس كلها. اليوم مثلا لما تشوفي شخص في حتة معينة عنده جذور من ولاية، بتلاقي حتى سلوكه وحتى طباعه مختلفة تماما عن السلوك أو الطباع اللي حتة تانية. كوستي شخصية، وكوستي بتقوم بيئة وبتقوم اجتماعيات. واحدة من الاجتماعيات اللي ممكن تلاقيها التعايش الموجود في كوستي من جيران لكده. في كوستي أنا ما أعتقد إنه في واحد بيقول ده مسيحي وده مسلم، أو ده شايقي مثلا، أو ده جعلي زي ما نحن عندنا هنا. الفكرة ببساطة إنه العقلية بتاعت الأقاليم إذا جينا ناخدها بصورة إيجابية، هي دي العقلية المفروض نربي بيها الناس هنا في العاصمة. ليه؟ عشان العقلية دي للأسف الشديد الموجودة هنا من اختلاف لجنسيات أو قبائل أو كده، مصدر أساسي بإنه الناس تتفرق، ومصدر أساسي بإنه يحصل نوع من أنواع التفرقة للناس. الأقاليم عموما غير إنه هي بيئة، لكن اجتماعية مهمة جدا للمستقبل اللي احنا عايشين فيه. مهمة من ناحية شنو؟ أي
دولة دايرة تتقدم بتبعد عنها حاجة اسمها التفرقة العنصرية، أو إنه في قبائل، أو إنه في ناس أقليات مختلفين مننا أو أقليات. واحدة من الحاجات اللي أنا لو أنا بتكلم مثلا باسم الأقباط، واحدة من الحاجات اللي أنا بكرهها إنه يقولوا الأقباط عملوا أو الأقباط سووا، أو يعني مثلا أنت شفتي في فترة كورونا بيقولوا إنه والله مثلا في فلان بيبيع الكمامة بسعر كذا قبطي، الناس كلها بتقوم السما وبتنزل. دي مفهوم غلط. أنت ليه تشكر الشخص على حاجة هو اصلا من واجبه؟ في زول شكر زول انه مشى القياده، انت كنت في القياده، في زول شكرك بانه انت مشيت القياده. ليه تشكرونا نحن كاقباط لما نمشي القياده او نقوم بواجب وطني مثلا؟ ده مفهوم بيرسخ حاجه ما ايجابيه خالص، انه بيوريك انه والله في اقليه او في ناس مثلا يكونوا بيدعوا الوطنيه مثلا، فشكرا لهم انهم عملوا الحاجه دي. التفاصيل دي كلها يا استاذ جرجس نحن اكيد حنتكلم عنها بتفاصيل اكثر، لكن انا رجعت لك لكوستي عشان كانت فيها الطفوله وكانت فيها التنشئه. فشكل التنشئه في البيت وشكل التربيه في البيت كان كيف؟ طيب التنشئة في كوستي عموما هي ممكن تبعيديها من البيت. يعني إذا كان اليوم هنا في العاصمة أو في البيوت العادية اللي بنعرفها إنه والله التربية بتنشأ من البيت أو من الأب والأم، أنا بقول لك في الأقاليم عموما التنشئة بتبقى من الجيران. يعني الليلة مثلا في العاصمة لو أنت دقيتي مثلا ولد جارتك، أمه حتجي تزيع الحلة، تدق ولدي ليه؟ مالك وماله أنت؟ الفكرة دي في الأقاليم ما في ليه؟ لأنه ببساطة بيربيك الجيران وبتربيك الحارة اللي أنت ساكن فيها. فكرة الحارة وجمال الحارة والحاجات اللي ممكن تلاقيها مثلا من أولاد جيرانكم الكبار، أو مثلا المرة تيجي طالعة تقوم تتاوك كده من الحيطة الصغيرة، يا فلان عليك الله خلي لي بالك لبناتي دي لغاية ما أرجع، فتجيب البمبر تنوط في البيت بهناك فتنتظرها لغاية ما تيجي راجع. الحاجات دي تربيه في حد ذاتها بالمناسبه. يعني ما اعتقد الليله في واحد او في مره ممكن تكورك لوجيران تقول لها مثلا تعال احرس لي بناتي ديل في البيت انا ماشيه مشوار وجايه. الاغاليم بتربي بالعقليات البريئه ولسه محافظه على القيم السودانيه الجميله. بالضبط كده. فلو دايرين نعرف ان احنا طبيعه السودان وكرمه وتفاصيله، الناس ترجع لاصولها. احنا بنقول السودان ده بالمناسبه كل لما يرجع لورا احسن مما ماشي في المستقبل، ودي الحقيقه. الحداثه، المشغوليات، الهموم، الطمع بتاع الناس كلها بتأثر في أو الماضي اللي نحن كنا قاعدين فيه. فأنا ما بتكلم عن كوستي بس، أنا بتكلم عن كل الأقاليم الموجودة في السودان. أي واحد أو أي إقليم في الأقاليم دي عنده ميزاته وعنده حاجاته الحلوة وعنده تفاصيله بيتميز بيها، وده سر القوة اللي نحن ما عارفينها لليوم بالمناسبة. إحنا فاكرين إنه اختلافاتنا وفاكرين إنه ده شايقي وده جعلي، وإنه ده مثلا قبطي وده فوراوي مثلا، فاكرين إنه دي نقطة بتاعت ضعف. بالعكس دي نقطة بتاعت قوة، إنه نحن لو تشابهنا، يعني الليلة أنا وإنت متشابهين بإنه بنعرف نزيع، الاثنين حنقعد في كرسي. لكن لما اليوم نحن مختلفين وفينا طباع مختلفة، إحنا بنكمل بعض مذيع وضيف. لكن لما الاثنين نبقى مذيعين، يعني الضيف منه. دي فكرة الاختلاف، إنه لازم يكون في اختلاف عشان الاختلاف نقطة قوة، وإنه كل واحد فينا يشيل من طباع الثاني أحسن ما فيه ويكمل نقاط ضعفه فيها. دي بالمناسبة النقطة الوحيدة اللي بتمشينا لقدام. ليه السودان ده رجع لورا؟ وليه كل لما نزرع في الناس حكاية العنصرية وحكاية إنه القبلية، ليه السودان بيرجع لورا؟ لأنه السر الأساسي بيكونوا ماسكينه الناس الدايرين يرجعوا السودان ده لورا. بفكرة شنو؟ بفكرة إنه يا جماعة إحنا اختلافنا نقطة قوة بالنسبة لنا. إحنا لما أنت تطاعني وأنا طعنك الاثنين حمود. في مقولة حلوة جدا بتقول لك شنو؟ بتقول لك تصارعنا وتقاتلنا في من يصل أولا، فجاء عدونا فحكم بيننا. انتوا بتتشاكلوا لنا يا جماعة والله لأنه ده شايل حاجاتي وده شايل حاجاتي. خلاص يا أخي ما في مشكلة، كل واحد يكون في حاله كده. نحن رضينا صح؟ فجاء عدونا فحكم بيننا فرضينا. فللأسف الاثنين بقينا في القاع. عشان كده الليلة البلد دي دايرة تنقسم، والبلد دي دايرة تستغل بذاتها، والبلد دي دايرة. ما ينفع انه نتقاسم ولا ينفع انه نتقاتل، اللي ينفع انه نتكامل عشان البلد دي تمشي لقدام. حبك للوطن طلعنا من محورنا.
اللي هو شكل التنشئة في الأسرة والتربية في الأسرة. ويمكن طفولتك كانت في كوستي، ويعني تنشئتك كلها كانت في كوستي. درست مدارس مختلفة هناك. الجملون، بعد الجملون جينا هنا درست الهجرة، بعد الهجرة مشيت بيت المال، من بيت المال دار المنهل. ما بليد، لكن كان الظروف بتاعت السكن بتخليني اتنقل من مدرسة للتانية. بعدين النيلين، بعدين النيلين ذاته لكم جامعة تاني، فتنقل كده. الفكرة ما حب الوطن، لكن حب الوطن بيجي من التنشئة، وحب الوطن بيجي من التفاصيل العاشة. لو قلت لك مثلا حب الوطن، الناس فاكرة إنه الوطن تراب مثلا، بالعكس، نحن عندنا طين ما عارفين نزرعه. الوطن ناس بتقومهم صح فبيشتغلوا عشان الوطن. وطن من غير ناس ولا حاجة، ناس من غير وطن ولا حاجة. الموضوع موضوع تكاملي، فإذا جينا نتكلم عن وطن فبنتكلم عن إنسان، بنتكلم عن تنشئة، عشان كده الموضوع تكاملي بس. طيب، جيت من كوستي للخرطوم ودرست في مدارس مختلفة زي ما ذكرت. مذكر أصدقاء الطفولة بأسمائهم وحسهم وين وبيعملوا في شنو؟ والله أنا بعرف حسن في السعودية، وكان عندنا جارنا كده اسمه أحمد، ود أستاذ إسماعيل، كان بدقنا دق شديد. وفي تفاصيل كده لكن نقدر نقولها. أبوه الأستاذ ده لما كان مثلا هو بيغلط ولا واحد بيغلط من أصحابه، فما كان بيكورك فيه، وكان بيرقدوا في الواطفة بيقلدوا صوتين، لأنه هو أصلا خلفيته بتاعت أستاذ وتفاصيل كده. وين هم هسه الناس دي؟ قاعدين في كوستي، وفي ناس سافروا زي ما في كثير من الناس سافروا نتيجة الحاجات. أنا ما بقول هاجروا، لكن اتهجروا من البلد لأنه الظروف كانت ضاغطة لدرجة إنه يسافروا. دي بالمناسبة واحدة من الحاجات المفروض الحكومة الجديدة تشتغل عليها، وتجيب الناس ديل بدل يعمروا في بلدان ويشتغلوا لناس، يشتغلوا هنا. حنجي للشغل والعمل، لكن بعد الفاصل. ومرحبا من جديد مشاهدينا، نجدد لكم التحايا والترحاب، واهلا ومرحبا بك من جديد الاستاذ المدرب جرجس. مرحبا بك. اهلا ومرحبتين. ويمكن في الفقره دي بنتعرف بصوره اكبر واوسع على تفاصيل العمل وغيرها وتفاصيل الدراسه، ويمكن في الفقره السابقه بدأنا الحديث عن الدراسه. زي ما قلت لك انا قريت IT في النيلين، لكن ما هي المجال اللي انا حابه. يعني المجال اللي اتفرض وفقا لنسبه معينه او جامعات معينه، او زي ما تقولي ما في التخصصات الممكن الواحد يشتغل عليها. يعني احنا هنا اتحكمنا بمجالات معينه، فما ممكن اشتغل في حاجه انا ما حابيها. كنت حابه تقرا شنو تشتغل شنو؟ طبيعه الشغل اللي انا كنت شغاله في جامعه او قبل الجامعه مبيعات. يعني بشتغل مبيعات، وممكن ابيع لك المويه اللي انت بتشربي فيها هذه، فبعرف اتكلم كويس. فالفكره في انه اذا انت بتعرف تتكلم او عندك مهاره في حته معينه، ليه ما تشتغل حاجه انت بتحبها او عندك فيها مهاره؟ فكان الفكره بتاعت الكتب اللي بنقراها او الثقافه او الشغل بتاع التنميه البشريه الوقت ذاك، إبراهيم الفقي كان مسيطر شديد في السنين اللي فاتت دي، كان حببنا في فكرة التنمية البشرية. فهي ده كان أنسب مجال أنا أشتغل عليه، وأكثر مجال أنا بحبه. ليه؟ لأنه مجال بالنسبة لي أنا قريت عنه، ومجال بالنسبة لي أنا بعرفه كويس، ومجال بالنسبة لي من القراية والتفاصيل ما حاجة جديدة علي. فده المجال الأصلا أنا كنت بحبه. غير كده سفر المؤتمرات، على مثلا شغل بتاع دبلومات بيجاي على كده، فأدانا حصيلة بتاعت مهارة تانية وعلم كويس ممكن الواحد يشتغل به. بس في مشكلة صغيرة كانت في السودان وما زالت. كل العالم بالمناسبة بيتقدم بالتنمية البشرية إلا في السودان هنا. يعني إحنا أكتر طريقة بالمناسبة ممكن تعدي على زول
بتعدي على ناس مدربين التنميه البشريه. انا حقول لك سؤال انا متاكد انت حتساليني له. انتم مش شغلتكم بتخلوا واحد تقول له تخيل نفسك ابقى اسد؟ ده سؤال انا متاكد كنت حتساله لانه بتساله في اي حته. الفكره ببساطه دي تريقه فارغه علينا. الحاجه الثانيه احنا ما بنخلي الحمار اسد لانه الحمار حيبقى حمار والاسد حيبقى اسد. دي نقطه نتفق عليها. الحاجه الثانيه او الثالثه المفروض انه الناس تعرفها، ما كل التنميه البشريه بقعدك وبقول لك يتنفسي نفس عميق. دي واحده من النظريات المفروض انه انسفها حسي. احنا بنشتغل ماركتينج، بنشتغل مبيعات. يعني انا بدرب الناس الموظفين، ناس الشركات، المؤسسات، ناس حابه تتعلم المهاره اللي انا عندي، اذا كان من تسويق، اذا كانت من مبيعات، اذا كانت من تفاصيل بانه سلوكيه كيف تتعامل، بادي لانجوج، التفاصيل. يعني هسه انت قاعده كده عندنا قرايه معينه لك، دي مهارات انا بديها للموظفين عشان يطوروا من شغلهم ويطوروا من مبيعاتهم والشركه تمشي احسن. في ناس مدربين تنميه بشريه لكن بيدربوا الاداره. هل مثلا مدرب اداره مثلا داير يدرب قسم معين على HR مثلا هيومن ريسورس، يجي يقول له يتنفس نفس عميق؟ ده عدم الوعي. عدم الوعي، وانه احنا عارفين انه واعيين. بالمناسبه دي قنبله ممكن تنفجر فينا. انت ما تتكلم في حاجه ما عارفها، وما تنقد حاجه انت ما عارف تفاصيلها. في ناس ناس نفسيين يتحولوا لمدربين فبقولوا للناس يتنفس نفس عميق. فيها مشكله؟ منو في الناس ديل او منو فينا كلنا ما بيحتاج لوقت يكون فيه مسترخي براو؟ اتحدى راجل متزوج وعنده اولاد بيمر عليه العمر كله من غير ما يكون ما داير يسمع صوت اولاده ذاته، ما داير يسمع زول، فبيمشي بيقعد براو. صح ولا ما صح؟ ده زول الناس ديل فبحاولوا انه يعملوا له عمليه بتاعت اعاده تهيئه، لا اكثر ولا اقل. البني ادم عامل زي التلفون اللي بنشيله، بيحتاج لمره يحصل له ريستارت شويه كده، محتاج انه يتفرمط عشان يبقى عنده كفاءه اكثر. العالم، رؤساء العالم عندهم كوتش شخصي، عندهم ناس بيجوا يدربوهم، عندهم اشخاص بيقول له افعل ولا تفعل، اتكلم وما تتكلم. ده رؤساء العالم. اذا كان الشخص اللي بيتريق على المدربين احسن من رؤساء العالم، عنده حق يتكلم علينا. اذا كان هو شخص ما عنده اي انجازات، ما عنده اي نجاحات، فبالتالي يجي يقعد ويتواضع ويسمع، ولو قال له جر نفس عميق ويتنفس بصوره هاديه يتنفس عشان متاكدين انه حيبقى احسن. في سؤال، احنا ذاته منه؟ يعني المدرب ده منه؟ يعني هل المدرب ده واصل للنجاحات؟ يقول لك والله مدرب تنميه بشريه بيعلم الناس كيف تبقى مليونير. الاسئله اللي كنت حاسالك انا عارف. تبقى مليونير وهو جاي بيركشه. سؤال، هل يا اخي انه اي زول مفروض ينصحك، مفروض يبقى احسن منك مثلا؟ انت في محل النموذج والمثال. ممتاز. انا بقول يا اخي في مدربين نصابين، انا بفصح عن الحاجه دي. في مدربين بيشوفوا والله المدرب كاريزمته طبيعته فداير يبقى زيه، فبيمشي بياخذ له دوره مدتها 8 يوم فبيبقى مدرب. ده نصب. انا بقول الكلام ده نصب. ليه؟ المدرب من غير خبرات، من غير مهارات، من غير علم، بيشتغل على آخر تحديث في العالم على المجال اللي هو فيه، ما نقول عليه مدرب. في مدربين نصابين وفي مدربين متغولين على المجال ودمروا الشغل الحقيقي للتدريب. هل معناها انه في دكتور بيسرق اعضاء معناه كل الدكاتره كعبين وحراميه؟ هل معناه انه في مهندس بيغش في المونه والاسمنتي معناها كل الناس ديل او كل المهندسين نصابين وحراميه؟ مبدا غبي. كذلك المدربين، في مدربين بيشتغلوا بصوره كويسه، بياخذوا اخر تحديث بينزلوه للمؤسسات، لانه اذا نحن بنقول ان احنا دوله بتاعت مؤسسات فبالتالي لازم نبني الكادر الموجود داخل المؤسسات عشان الشركه تبقى براند عالمي. فبالتالي ما معقول انا اقول والله كل الناس زي الغلط. طيب من الصح؟ عندنا في البرمجه اللغويه العصبيه ال NLP، علم ممكن يكون معروف لاغلب الناس، اللي هو بعض الناس بينقضوه، حاجه بتقول لك يا اخي اسمه تعميم سلبي. ما تعمم تقول والله كل البنات ديل كعبين. طيب واختك يا سعادتك كعبه برضه؟ كل الناس ديل كعبين. طيب ما انت واحد من الناس ولا انت حيوان ماشي على رجلين اثنين؟ ما في منطق اقول انا اعمم تعميم سلبي او اعمم تعميم ايجابي.
ده منطق نقدر محتاج نقول انت مننا كده للوعي. اديتنا محاضره مباشره للدرس من دروس التنميه البشريه. قبل قلت لي انه انا ممكن اقرا جلستك، فهل جلستي واضح على انه انا حضغطك في الاسئله؟ واحدة من المهارات اللي ممكن أقولها لك، ما معناها إنه حاليا أنت متصنعة. دي أول شيء. الحاجة الثانية متصنعة بالمهنية، لأنه أنت ظهرك جاي عليه شوية فدايرة الدنيا إنه والله كويس، ممكن يكون في علاقة طيبة بيناتنا وأنت ترتاح معي عشان ما تتوتر، مع إنه أنا ظهري لي ورا. ممكن أقول خايف، يلا بعاين لي رجلك من تحت. داير تشوفيها؟ بنعرف نقراك، وحتى الضحكه دي بنعرف نقراك، وبعد ما ضحكتي انت هبشتي في صباعينك ديل، انت ما لاحظتي ليها ليه؟ لانه لغه الجسد بتمشي مع اللاواعي، فانت الحاجه دي ما حسيتي بها، انا شفتها. صح؟ جرجس، التنميه البشريه هل اخذتها كمهنه ولا كهوايه وممارسه فقط؟ مهنه وهوايه وممارسه، يعني جرجس ما شغال اي حاجه في حياته غير انه هو مدرب تنميه بشريه بس. الحاجه الثانيه بالشغل اللي هو كماركتينج او كسيلز، كمبيعات او تسويق، معلش انا بتكلم مبيعات او تسويق. الحاجة دي خلتني أتعمق شوية في المجال، بقينا نعمل إعلانات. في كثير من الإعلانات اللي أنتم بتشوفوها في التلفزيون بالمناسبة عندنا فيها أفكار وشغل خاص، وفي ناس بتيجي تسوق لروحها. أنت مذيعة بين مثلا 1000 مذيع في السودان، دايرة تكوني مميزة، بتجيني أنا أخليك مميزة. دي التفاصيل اللي هو كل الناس محتاجينها. إذا اليوم ما بعرف أسوق لمنتج، كيف أسوق لروحي؟ دي أهم شيء. بعيدا عن التنميه البشريه وبعيدا عن التسويق، هل جرجس له انتماءات سياسيه لاي الكيانات السياسيه والاحزاب؟ في انتماء واحد بس، بعيدا عن السياسه، لانه انا واحد من الناس اللي بكره السياسه، وبكره الناس اللي ممكن يكونوا سياسيين لانه بيحبوا مصلحتهم بس. ما في زول في الدنيا دي ممكن يكون عنده انتماء سياسي ممكن يكون بيخدم مصلحة وطن بالمناسبة، ودي حاجة أنا مقتنع بها كوجهة نظر، احتمال الناس تنقضها أو احتمال الناس توافقها. كجرجس انتماءه السياسي للبلد بس، البلد مصلحتها بتمشي وين؟ ده انتماءه السياسي. البلد من مصلحتها تمشي كده فجرجس بشوت كده، لكن كسياسة كأحزاب كتفاصيل زي دي أنا بالنسبة لي ما في حاجة تانية، عشان ما في زول يطلع بكره في الميديا او الفيس يقول لك طيب ما ده دربنا في الحزب قبل كده. اقول لك والله يا حبيبي دي وظيفتي، تجيني تقول لي والله داير ادرب لك على الحاجه الفلانيه، باخذ منك قروش ولا اشتغلت لك مجانا، اخذت منك قروش، دربتك تدريب كويس، استمتعت هذا حللت القروش، لكن ما معناه انه انا موافقك، لكن دي مهنتي. فانه انا ما عندي ميول سياسي لجهه، وبكره جدا الاحزاب السياسيه، وبقولها وانا واثق جدا في انه انا بكره جدا حاجه اسمها احزاب سياسيه والسياسه عموما، لانه ما في سياسي انا بعتبره ملتزم بوجهات نظر. السياسي يقول لك التغيير، انا بمشي مع التغيير، طيب وين المبادئ وين القيم اللي انت بتدعي بيها؟ سياسي بتلاقيه الليله بيقول كلام، بكره اللي حوالينه يتغير ويقول كلام مختلف. انا اكره الحاجه دي. وجهة نظر واحدة، مبدأ واحد أفضل من إنه أنا أتغير. إحنا لو ما وحدنا ذات وجهة نظرنا وأفكارنا ده غلط. في مشكلة لو اليوم الأحزاب السياسية ناس اليسار كلهم بيجوا كتلة واحدة واليمين كله بيجوا كتلة واحدة، وقدرنا نعرف الأحسن منه والأنسب منه، ليه كل الناس بتتفرق يعني؟ فأنا ما بحب السياسة عموما. بشكل عام شايف انه المدرب مدرب التنميه البشريه حينما يفصح عن انتمائه السياسي ده بيخصم منه كمدرب؟ تسويقيا ممكن يخصم منه كمدرب، لانه السياسه بالمناسبه غسيل بتاع دماغ، وانه مدرب معين، وفي مدربين سياسيين انا بقول لك ما في كثير مدربين سياسيين، مدربين حلوين جدا وشاطرين لكن سياسيين. وفي حتى المجال بتاعنا ده قبل العهد البائد برضه كانوا مسيطرين عليه مدربين سياسيين، وبرضه عذبوا الناس في المجال عذاب شديد. أنا بقول إنه ممكن يخصم. ليه؟ لأنه لو ما معاي أنت ضدي، ودي مفهوم السياسة عموما. فالليلة جرجس لو هو مثلا في حزب إكس وأنت في واي، مستحيل تتعاملي معاه، لأنه
جرجس معاندك في وجهات النظر ومعاندك او مخالفك في الاراء ومخالفك في المستقبل اللي انت دايره ومخالفك حتى في الساحه السياسيه. ودي واحده من الحاجات المفروض انه الناس تعرفها في التنميه البشريه. في واحده من الفرضيات بيقول لك الخارطه ليست هي الواقع. يعني شنو الخارطه ليست هي الواقع؟ بمعناه انه اليوم انت بوضعك الحالي وافكارك السياسيه الحاليه، انا ما مفروض انه اكرهك لانه انت بافكارك دي او انت معاكسه لي في نتائجي. ليه؟ لانه انت افكارك دي جات نتيجه بيئه معينه وافكار معينه وعيله معينه واصحاب معينين وجامعه معينه وقرايه معينه وحزب معين خلى افكارك تكون كده، فانت صح. كمان انا عشت حاجات مختلفه تماما عن بيئتك، عن اصحابك، عن جامعتك، عن قرايتك، عن حزبك، فبرضه انا صح بوجهات نظري. فلما نقول الخارطه ليست هي الواقع، يعني شنو؟ الخارطه الموجوده في دماغنا اللي انا شايفها بعيني، الموجوده في دماغي اللي انا شايفه الكوبايه دي فيها مويه ولا فيها عصير، انا شايف انه هي فيها مويه بس انت شايفه فيها عصير، انت شايفه فيها عصير، دي خارطتك انت، لكن ما معناه انه ده الواقع الحقيقي. يعني الكوبايه فيها 7 اب لا مويه ولا عصير. الخارطه ليست هي الواقع، فمعناها انه لما تعرف انه والله انه انا اختلف معك ما معناه انه انت تبقى عدوي واكاتلك وارفع فيك سلاح اديك طلقه تموت عشان انا ابقى وجهه نظر. دي التنميه البشريه. جرجس، حتى الان ماذا قدمت لمهنتك؟ سؤال حلو جدا. الحمد لله. بعيدا عن جرجس قدم للمهنه، جرجس بيعاند اي زول ما بيشتغل الحاجه صح، وجرجس من الناس المكروهين لبعض المدربين حتى في الميديا وحتى في الفيس، لانه ممكن يقول كلام من مصلحه زول تاني تبقى له مشكله، او مثلا بيفصح في اسرار معينه في المهنه فتبقى له مشكله. لما اليوم جرجس يدرب ناس كمدربين والحمد لله 80%، ده بيعني انك صريح زياده عن اللزوم؟ لانه انا مهنتي بتخليني ابقى صريح. انا اليوم في واحده من الحاجات اللي انا ممكن اقولها لك، القدسيه الحقيقيه. كيف انا ابقى شخص قدسي؟ القدسيه الحقيقيه ان افصح بما انا عليه وليس بما اريدك ان تشوفين عليه. بمعنى الليله انا اكون شخص نغي. كيف؟ انا صعلوك بشرب بسكر بسجر بلف سيجاره بتاعت بنجو وانت عارفه الكلام ده وبتتعاملي معي وفقا لتفاصيل السيئه دي، انا كويس. انت بتسكري وبتشرب بنجو، طبعا حاشاك، لكن بتسكري وبتشرب بنجو وبتعملي اي شيء، لكن مورياني انا وش مختلف. فالمفروض انه انا اتعامل معك بوشك المختلف، فانا بنخدع فيك، صح ولا ما صح؟ القدسيه بانه انا اقول الكلام المفروض اقوله وانت المفروض تقبلني او ترفضني، انت حر. ما المفروض انه انا اغشك عشان تقبلني. وغلط. الليله مثلا عندنا دول اوروبا دي، دول اوروبا دي نحن في الوطن العربي كلنا بنتودد ليها وعليك الله عافي عننا، والناس مثلا عافين عنهم بيكسروا لهم تلي، والتفاصيل بتاعت السياسه دي. اوروبا دي معروفه صح؟ فيها بارات، فيها سكر، فيها اي شيء، فيها قله ادب، والحاجات اللي احنا بننقضها وشايفينها ودايرين نتعامل معاهم. هم احسن مننا. ليه؟ احنا الحاجات دي عندنا لكن بنعملها بالدس وبنقول ان احنا ما عندنا. الاحسن شنو؟ نعملها ويتعاملوا معانا وفقا للي نحن فيه، ولا نغش الناس عشان يتعاملوا معانا بمفهوم ونخدع الناس بوش نحن ما وشنا. طيب، سؤال شخصي جدا. دايما بيقولوا المهنه بتاثر على الشخصيه، يعني حتى بعيدا عن مكان العمل. اوكي. جرجس، حاسه انه انت مهنتك مؤثره عليك؟ بتتكلم مع ناس البيت بنفس اللهجه اللي بتتكلم بيها في الغريبه انا في البيت ما قاعد اتكلم ذاته. دي حاجه ما قاعد اتكلم لانه بستهلك الكلام برا البيت. تخيلي معاي ممكن في يوم تشتغلي دورتين معدل 4 ساعات في اليوم، معناه عندك 8 ساعات المفروض تكوني واقفه على رجلك، دمك كله في رجلك تحت، واستهلكتي كميه من الكلام. فانت راجعه البيت ما قاعد اتكلم بالمناسبه، وحتى ما بحب الكلام الكثير في البيت. وحتى على نطاق الاصحاب انا ممكن يكون ما عندي اصحاب لانه ما عندي زمن للاصحاب ذاته. فدي ممكن تقول المهنه مؤثره عادي. زي الليله ضابط مثلا بيتكلم مع اولاده في البيت ويقول والله بزينك، مهنته اثرت عليه. او برفع فيك قضيه،
او بعمل فيك بلاغ. التفاصيل دي ما انت عايش يعني يومك الكامل وحياتك الكامله في المكتب، بين دوراتك، بين ناسك اللي انت بتدربهم. فدي الحياه. البيت ده نوم وتصحى الصباح تستحمى تلبس تمشي المكتب، فبتاثر يعني. انت هسه قلت في البيت ما بتتكلم، فكيف بتكون بتاثر عليك؟ لانه استهلكت الكلام برا البيت، ولانه في البيت ما بتكلم، لانه بحس بانه خلاص انا دماغي بقت ما مستحمل الكلام الكثير. يعني بتقرا ناس بيتكم انهم هم عايزين يقولوا شنو او عايزين يوصلوا لك اي رساله من غير حتى ما بدون لا يتكلموا؟ باجماليه، دايرين اعمل لنا سوي لنا، خلاص انا عرفتها. يعني حتى ما بحب الكلام اعمل لنا خلاص انا بعمل لكم انتهينا. يعني ما الموضوع ما نقنقه. ما هي احلام وتطلعات جرجس ما حققته حتى الان وما تتمنى وتامل ان تحققه في المستقبل؟ انا الكلام ده قلته في الاعلام كثير. الليله في العالم في مدربين عالميين، وفي مدربين في الوطن العربي ممكن يكونوا عالميين. عندنا مشكله في بلدنا دي بالمناسبه، عندنا عدم اهتمام الجانب الاعلامي بالتفاصيل المختلفه الموجوده في البلد. بمعنى الليله السودان فيه ناس حاصلين على جائزه نوبل، للاسف الشديد الاعلام ما مركز عليهم، لكن الاعلام مركز على الفنانه الفلانيه والفنان الفلاني ولبسه الفنان الفلاني وعين الفنانه دي قالت شنو وعين الزول ده رفع الكرسي كيف. ده اعلامنا للاسف الشديد. انت ما مسؤوله من الكلام ده، انا مسؤول منه. ده اعلامنا. لكن الاعلام او الليله الشارع السوداني عارف في عازف اسمه فلان الفلاني، لكن ما في زول عارف انه في جائزه نوبل اتقدمت لواحد سوداني. اعلامنا ما سلط الضوء عليه، لانه ده شكل الاعلام شكله عامل كده. سيبك من ده. جرجس داير يعمل شنو؟ جرجس داير الاعلام يسلط الضوء على كل شخص في مختلف المجالات، حتى الفنانين عادي، لكن ما يبقى تركيزنا كله فنانين. احنا حنطلع جيل بتاع فنانين وقونات ورقاصين مثلا ولا شنو؟ يعني بكره حنتعالج بمايك مثلا. الفكره ببساطه احنا دايرين الناس تركز علينا بكل التفاصيل. الليله في مدربين مصريين، في مدربين اماراتيين، في مدربين كويتا واصلين للعالميه. وصلوا العالميه حبا او هم احسن مننا؟ والله ما احسن مننا. ونحن دربنا في الامارات، والناس دول اقتنعوا بفكره المدرب السوداني، وبيدفعوا للمدرب السوداني اضعاف المدرب الموجود في بلدهم، وبيطلبوا المدرب السوداني من هنا بيودوه. ليه؟ عارفين قيمه المدرب السوداني. عندهم اعلام، عندهم كاميرات، عندهم مخرجين، عندهم منتجين عارفين قيمة الحاجة دي. احنا دايرين نصل للعالمية عبر اعلامنا. انا ما ممكن الليلة امشي مثلا لقنوات عربية عشان توصلني للعالمية. طيب وانا عندي تلفزيونات وعندي رعاة وعندي اعلانات على منو يشهروا منو مثلا. ليه اليوم عندنا كل البرامج الموجودة في الساحة لغاية مع الفنان الفلاني، مسابقة مثلا اجمل فنان، مسابقة افضل رقاصة. ليه ما يكون عندنا مسابقة مثلا أكثر مدرب مؤثر؟ ليه ما يكون عندنا مسابقة أكثر دكتور أثر في الساحة؟ ليه ما عندنا أجمل مبنى موجود في السودان بناه المهندس الفلاني؟ ليه تركيزنا دائما الهدف من كده شنو؟ جرجس نحن أكيد حنتواصل معك في محاور أخرى ومحاور مختلفة، ولكن بعد الفاصل. جرجس روحي، مرحبا. مسوق شاطر ومدرب شاطر؟ الحمد لله. زول لو ما واثق في امكانياته ما بقول كده، ولا بيضر الناس. بمعنى احنا مهنتنا بنخش في ادمغه الناس وبنأثر فيهم عشان يغيروا من طباعهم. لو ما واثق من انه انا شاطر وانه عندي ماده ممكن تغير الناس او الناس يستفيدوا منها، ما ببقى سبب بانه اضر الناس بمعلومات غلط. بتدخلوا في ادمغه الناس لدرجه انكم متهمين بانكم بتبيعوا للناس الهواء؟ اي واحد بيخش لنا القاعه عنده واحد من حلين، يا اما نطلع احسن ما فيه او نطلع اسوأ ما فيه، وفي الحالتين بالنسبه للناس حاجه كويسه. اذا طلعنا احسن ما فيه يشتغل، طلعنا اسوأ ما فيه ما كان عارف الكلام ده. كاقليه قبطيه في السودان، هل هناك انتهاك لحقوق الاقليه القبطيه في السودان؟ اقول لك بصراحه،
في قصص كثيرة جدا في النظام الفات. في اوردرات كانت بتجي عشان الناس تنفذ 1 2 3 4. كان في نشاطات او شغل معين بيحصل من الكنائس او كده، دي في اوراق بتجي تحت الترابيزه بانه ننفذوا 1 2 3 4. لليوم لغايه هذه اللحظه في ناس عليهم حظر دخول من البلد دي. بعضكم شارك في الإنقاذ السلطة السابقة والنظام السابق، رغم حديثك عن انتهاك الأقلية القبطية من قبل الإنقاذ ومن قبل النظام السابق. ما رأيك وذلك؟ رأيي بأنه في أي مجتمع حتى لو أقلية في ناس هم حرين. ده في الحاجة الأولى. إحنا عندنا في الكتاب أو الإنجيل عندنا واحد اسمه يهوذا، معظم الناس بيكونوا عارفينه. يهوذا ده باع السيد المسيح بشوية بتاعت دنانير كده او دراهم، فباعوا. نحن بنقول ده نفس الناس اللي باعوا المسيح، باعوا الكنيسه وباعوا نشاطاتها وباعوا حاجاتها. هم في الاخر في الاول والاخير هم حرين يعملوا حاجه دايرينها. هم مسؤولين من تصرفاتهم، مسؤولين من نتائج اللي حتحصل لهم حسي يعني. احنا بنقول حاجه في التنميه البشريه اللي هي الناس برضو رافضاها، بنقول انه في قانون اسمه قانون السبب والنتيجه. يعني شنو قانون السبب والنتيجه؟ اي نتيجه بتحصل لنا ما بالصدفة. العالم ما فيه أو الكون ما فيه حاجة اسمها الصدفة. صدفة مبنية للناس عشان تريح ضمير أو تريح قلوبها من إخفاقات أو فشل معين. الصدفة بتاعت الفاشلين. الكون إذا قايم على الصدفة في لحظة نحرق كلنا. فالكون قايم بسيستم معين بتفاصيل معينة دقيقة جدا ماشية زي المكنة الكبيرة. الترس الصغير ده ترس فعال في إنه يدور المكنة الكبيرة دي. فالنتائج اللي بتحصل لنا ما صدفة. كذلك قانون السبب والنتيجة بقول لك أي شيء أنت بتعمله حسي حاليا اللي غاده هو سبب لنتائج حتحصل قدام ليكي ولي أنا ذاته وحتى للاستاف الشغال كله. هدي قانون سبب ونتيجة. فما في حاجة بتحصل بالصدفة. ديل عملوا أسباب معينة، النتائج بتاعتهم حترجع عليهم زي الحاجات اللي عملوها. في نظرية أو في قانون كوني اسمه الكارما. الكارما ده قانون مخيف بالمناسبة. اللي بتعمله بيرجع لك بنفس المقدار، بس ما لك انت بس، ليك ولناس البيت وللأسرة القريبة منك. يعني شنو؟ يعني انت لو عملت خير بيرجع لك انت وناس البيت واولادك وكده. عملت شر الكارما بتقول لك والله حعاقبك عقاب لما تعرف ان الله حق. حترجع لك انت ولأولادك ولبيتكم ولأحفادك بعدين. وممكن الحاجات دي كلها تنضر. ما في حاجة اسمها الصدفة والله ربنا ما بدي اي شيء. ده مفهوم غبي. ربنا بدي اي شيء، لكن احنا ما بنعرف كيف نسخر الحاجات دي. وايضا كطائفه قبطيه، ما هو موقفكم الان من الحكومه وما هو موقفكم الان من المشاركه في الحكومه والانتخابات القادمه؟ مبدئيا الأقباط نقطة قوتهم في سلميتهم. يعني الأقباط عمرهم ما كانوا سياسيين الا البعض العامل فيها سياسي. الحاجة الثانية إذا في سياسيين نضاف يخشوا يعلنوا عنهم، وزي أي سوداني داير يخش انتخابات أو يساعد مثلا حزب سياسي من حقهم. ما بنمنع زول ولا من حق زول إنه يمنع تصرفات الثاني. الناس الأقباط دايرين يشاركوا من حقهم يدوا أصوات، مش من حقهم. وطنيتهم لازم تحتم عليهم. إذا في انتخابات نزيهة بين قوسين و3 خطوط تحت، في انتخابات نزيهة، مش الأقباط بس، السودانيين كلهم المفروض يطلعوا ويرشحوا الشخص الشايف انه ممكن يقدم البلد دي قدام. اذا الأقباط ما طلعوا رشحوا، الأقباط دول يشيلوا جنسياته. موضوع بقينا موضوع سودانيين. ما نميز أقلية عشان والله هم ناس حلوين ولا هم انت بتدعي الى عدم التمييز باقليه وطائفه وغيرها. من حقهم يعيشوا زيهم زي اي شخص في البلد. مميزين انفسكم ومنغلقين على انفسكم ومنزويين حتى لا تتعاملون مع الاخرين ولا تتزوجون من غير الاقباط. كويس. انا قبل قلت لك الاقباط قوتهم في سلميتهم. سمعتي بقبطي عمل مشاكل كبيره، سمعتي بقبطي عمل مشاكل بتاعت شارع ولا كده. الاقباط قوتهم في سلميتهم. ناس قاعدين في حالهم بيشتغلوا. في منهم الناس الغنيانين شديد، وفي منهم الناس الفقراء شديد، وفي منهم الناس اللي بتاخذ اعانات زيهم زي اي شخص في الحياه دي. هم ناس زيهم زي اي شخص، عندهم حريه يعملوا الحاجات اللي دايرينها. هل فعلا مشاركتكم في اعتصام القيادة العامة كان فقط لاستدرار حب وود الشارع؟
ده انا غايته شخصيا ما عارف، لانه الناس اللي بتعرفني عن قريب كده وبتعرف قرقس بتعرف انه هو واحد من الناس الاول ما دخلوا 6 ابريل او دخلوا القياده. انا واحد من الناس اللي كانوا من ضمن 20 نفر دخلنا القياده، وانا بوثق بموبايلي العادي ده وعارفين التفاصيل دي كلها. وانا واحد من الناس اللي دخلت القياده ما جنبي قبطي ولا دخلنا كوتا بتاعت اقباط، كانوا في حتات تانية. لكن انا كجرجس انا لما دخلت القياده ما عشان يقولوا ذاك قبطي، يقولوا ذاك عادي سوداني حلبي ما عندنا مشكله. فما كان معروف انه انا قبطي ولا جنسي شنو. المهم انا من الناس اللي دخلت القياده المواكب، وده كله موثق في صفحاتي وفي حاجاتي، وما عملت الحاجه دي عشان يقولوا جرجس القبطي عمل الحاجه دي يعني. في حادثه تهجير الاقباط السودانيين لفرنسا، هل لعبت الكنيسه دورا في هذا؟ شوفي، الكنيسة لما تعرف إنه في مشكلة على واحد من رعاياها ممكن تساعده بإنه يطلع برا. وفي حوادث كثيرة جدا أنا ما بعرف تفاصيلها ولا بقدر إنه أقول تفاصيلها، لأنه دي برضو سياسة بتاعت كنيسة. نحن كنيستنا فيها رئيس وفيها مجلس تشريعي وفيها نواب وفيها وزراء وفيها تفاصيل دي. أنا ما بقدر أتدخل في الحاجات دي عشان ذاته ما يجوا يعتقلون ناس الكنيسة بعد شوية. لكن الفكرة بتبقى بأنه في حوادث خاصة جدا أو شغل بتاع بيوت خاص جدا ممكن يكون الناس ديل يعني سفروهم وخايفين على مصالحهم أو خايفين على حياتهم أو في حاجات أسوأ من كده. بس أنا تفاصيل يعتقلوك ناس الكنيسة مع سيستم. ده بيعني إنه ليست هناك حريات داخل الكنيسة؟ الكنيسة فيها حرية وحرية شديدة، لكن قيادتها بتجي عن حب. يعني أنا لما قلت اعتقال قلته عن طريق الفكاهة، بس ما قلته عن طريق إنه في اعتقال وكده. لكن دار أوريك إنه حتى كنيستنا كنيسة منظمة جدا، فيها راس هرم، فيها ناس معاونين له، فيها تفاصيل بتاعت قيادات أو إدارات في حتات مختلفة في السودان. كنيسة منظمة فعندها قيادة. كونه في قائد إحنا واثقين فيه ومدينه حرية إنه يعمل الحاجات لأنه عارفين إنه بيعمل صح، فهو يعمل الصح. إذا أنا جايب قائد وأنا أقعد أشرع له وأعمل وما تعمل، هو قائد على شنو؟ فنحن بنثق في قيادتنا، بس في حرية وحرية شديدة جدا، بس برضه بنحترم النظام الموجود، بنحترمه جدا، لأنه ما شايفينه بيعمل في قرارات ممكن تكون قرارات مدمرة لنا كطائفة مثلا أو ككنيسة. هل هذا يعني أن الكنيسة تخضع للدولة؟ شوفي، الكنيسة مسالمة جدا، والكنيسة ما بتاعت عنف خالص، والكنيسة عمرها ما تكون فيها عنف ولا يكون فيها نوع من أنواع السياسة. لكن إذا كان من مصلحة الرعاية اللي هو نحن وفي قوانين معينة مفروض الكنيسة تنصاع لها لصالحنا، أنا بعتبر إنه الكنيسة ما بتعاند لصالحنا نحن، فممكن تمشي لكن برضو بحكمة شديدة جدا. كنيستنا بالمناسبة حكيمة جدا، وفيها ناس ما ناس دنيا خالص، وفيها ناس لما يقولوا حاجة هدفهم الأول والأخير الرعاية الموجودين تحت وبس. الأستاذ ومدرب التنمية البشرية جرجس روحي، أشكرك جدا. الله يديك العافية، شكرا لك. شكرا جميلا مدرب التنمية البشرية جرجس روحي، شكرا جميلا مشاهدينا ومتابعينا على حسن المتابعة. حتى الملتقى في حلقة جديدة، في أمان الله.